البارح دخلت لجوجل تريند ولقيت بانه من اكثر الجمل اللي تيقلبوا عليها المغاربه في بلادنا هي كيف اكون سعيد. وبصراحه نظرا لانني عارف الواقع ديالنا والازمات اللي كنعيشوها في بلادنا فما استغربتش، لانه بصح عندنا بزاف الامور اللي ساهل انها تسرق منك سعادتك وتخليك انسان غير سعيد. فمثلا الى غير تفكرتي الازمه ديال غزه والمشاهد اللي كنشوفوها يوميا راه فريمون غادي تمرض وضميرك غادي ينبك حتى في اللحظه اللي ممكن انه تبغي تفرح فيها. وبصراحه التانيب ديالو راه في محله. ومن غير ازمه غزه عندنا حنا بزاف ديال الازمات اللي كفيله انها تخليك مقلق وتدخلك في لا ديبرسيون، بحال الازمه الماديه بسبب ارتفاع الاسعار اللي خلات بزاف ديال الناس كيضلوا يفكروا كيفاش فقط انهم ممكن يتعاملوا معاها، خصوصا عند الفئه اللي الدخل ديالها تيكون محدود. وايضا كاين الاشكال ديال الوليدات اللي ما قراوش هذا العام وضاع عليهم بسبب الاضرابات ديال الاساتذه اللي حتى هما مقصحين بداك الصالير اللي كيعطيوهم. صراحه كاين بزاف ديال الامور اللي ساهله انها تخليك غير سعيد وتدخلك في ديك دوامه الاضطراب. لهذا نقول بانه افضل مهاره خاص ضروري الواحد يتعلمها في هذا الوقت وهي انه يعرف يوازن بين جوج امور اللي هما اساسيين، الا وهي الاهتمام بالهموم المشروعه لكن دون استجلاب الحزن. كيفاش ابا عصام؟ انا غادي نقول لك، لانه علماءنا تيقولوا بانه الاصل في الاهتمام بقضايا المسلمين هو ان تهتم بقدر ما تستطيع ان تبذله من اجلهم، وما عدا ذلك فهو غير مشروع، لان الانسان منهي عن الحزن والمسلم لا يتعبد الله بالهم. فصحيح اننا في هذا الزمان ديال لا تكنولوجي صعيب انك تدفع عليك تلقي الاخبار، لانه فين ما كنتي ممكن يطلع لك واحد البوست وتشوف. ماشي بحال شحال هادي كانوا الناس ما كيسيقوش الاخبار لكل قضايا المسلمين، تتكون وقعت شي كارثه مثلا في شي بلاد بعيده ما كيوصلهمش الاخبار الا بعد واحد المده طويله، ممكن عام ولا عامين ولا اكثر. ديك الساعه حتى ملي كيوصلهم داك الخبر ما تكونش عنده واحد الصدمه كبيره، لانه ماشي عاد وقع، ماشي واحد الخبر اللي هو يعني حصري. ماشي بحال هذا الزمان ديالنا اللي اي خبر في اي بقعه ارضيه فين ما كانت في العالم ممكن توصلك ديك الساعه. لهذا الاصل هو انك ما تكونش تتقلب عليها. ما تعنيش انه خاصك تسد ودنيك وتقول ما بغيتش نسمع وما بغيتش نشوف ما بغيتش نعرف كاع شنو واقع، لكن تنعني انه خاصك دائما تسمع بقدر ما تستطيع ان تبذله من اجل اخوانك، بحال مثلا الدعوه الى المقاطعه او المساهمه في بيان الحقيقه او تقديم اي شيء ممكن انك تنفعهم به. ومع هذا الشيء كامل ما تنساش انك تقدم لهم السلاح. راك عارف اين السلاح كنعني؟ سلاح الدعاء. فعلى اي خليونا دابا نتعرفوا كيفاش ممكن انه تجنب الاشكال ديال الشعور بالحزن رغم كل المحن اللي كنعيشوها، بحيث انك تعيش مطمئن وتحس بداك الانشراح. السلام عليكم، اش اخباركم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. فمن بعد المقدمه اللي دوينا فيها شويه خليونا دابا نتناول الموضوع ديال كيفاش ممكن تحس بالسعاده من الجانب الكيميائي. في هذا الفيديو ما كنعنيش بالسعاده المفهوم ديالها الواسع، لكن كنعني بها غير داك الانبساط اللي تيكون مؤقت. الكاتبه لوريتا غرازيانو في الكتاب ديالها هابيتس اوف هابي برين بمعنى عادات الدماغ السعيد تكلمت على كيفاش ان الدماغ ديالنا تتحكم بواحد الشكل كبير على المزاج ديالنا، بحيث ذكرت 4 ديال الامور اساسيه اللي مسؤوله على سعادتنا، الا وهي الدوبامين والاوكسيتوسن والاندروفين والسيروتونين، وكيفاش ممكن انه تحفز دماغك على الافراز ديالو او تنقصه شويه باش تبقى ديما مطمئن وفرحان يعني. فخليونا نبداو باول هرمون اللي هو الدوبامين. هذا الهرمون اللي كيتسمى بهرمون المكافآت، يعني بمجرد انك ما كتكمل واحد المهمه معينه او كتحقق واحد الانجاز معين فالدماغ ديالك كيكافئك وكيفرز لك واحد شويه الدوبامين باش تفرح، ومنها كيشجعك انك تعاود تحقق وتنجز شي حاجه اخرى عاوتاني. وبخصوص كيفاش انه ممكن تحافظ على الافراز ديال هذا الدوبامين بواحد الشكل اللي هو دائم، فمن افضل الحوايج وهو دائما تكون عندك واحد القائمه يوميه، واحد القائمه ديال المهام اللي كل نهار كتكتب فيها على الاقل واحد 3 ولا واحد 5 ديال المهام يوميه اللي يكونوا صغار، باش في الاخر ديال النهار ترجع ليها وتحاول دير ديك تشيك دوك المهام اللي توفقتي انك تحققها.
هكذا غادي تحس بواحد الكميه زوينه ديال الدوبامين اللي غادي تحسك بواحد الفرحه وبواحد الانبساط. ندوزو دابا للثاني هرمون اللي هو الاندروفين، وهو واحد الهرمون اللي كيتفرز بعد الشعور بالالم. فمثلا اي بنت في دارهم من بعد ما كتكمل اشغال البيت بحال التسياق والتصبين وغسيل المواعن كتعيا اكيد وكتحس بواحد الالم في العضلات ديالها، وهنا الاندروفين كيتفرز باش يسكن داك الالم ويعطيها واحد الشعور بالراحه والانبساط والرضا. وايضا مثلا الواحد الا كان غضبان ومستريسي ومقلق، بمجرد انه كيمشي لاصال كيتريني كيبذل واحد الجهد اللي هو عضلي حتى كيحس بالعياء، لكن بمجرد انه ما كيدوش وكيجلس يستريح فالاندروفين كيتفرز وكيدوب داك القلق اللي كان عنده وداك الاضطراب وداك الغضب، وكيولي كيحس بواحد الراحه اللي ما كانش تيحس بها قبل ما يتريني. لهذا كنصيحه دائما حافظ على واحد النشاط بدني اللي يكون كيلائمك. ومن المسائل اللي هي في شكال وهي سبحان الله تيقول لك الا الواحد عنده واحد الضغط اللي كبير فكيبغي انه يخرج داك الضغط بالغوات او بالبكاء، وهذا الشيء علميا راه بسبب الرغبه في الاندروفين اللي كتفرز من بعد اللي غيخليه يرتاح ويخرج داك الحزن والالم اللي عنده. وثالث هرمون الا وهو هرمون الاكسيتوسين. هرمون الاكسيتوسين هو واحد الهرمون اللي كيتسمى بهرمون الحب، هرمون الموده الجسديه. فالانسان بطبعه كيحتاج للمحبه وللاحضان باش يحس بداك الهدوء وبديك السكينه والاطمئنان. هذا الهرمون هو اللي كيخلي الام تحضن وليداتها وتخاف عليهم وتصونهم، وايضا هو نفس الهرمون اللي كيتفرز في العلاقه بين الازواج. وبالمناسبه واحد الرساله لدوك اللي كيتهربوا من الزواج وكيناديو بعدم الزواج، راه غتبقاو ديما محرومين من هذا الهرمون ديال الاكسيتوسين. لهذا نوضوا جمعوا ريوسكم وتزوجوا، وحتى دوك اللي مزوجين حتى نتوما عاودوا تزوجوا باش يتزاد عندكم هذا الهرمون هذا. ندوزو دابا للرابع هرمون اللي هو السيروتونين. والسيروتونين عنده واحد العلاقه بالفخر وبالثقه بالنفس. هذا الهرمون هذا كيتفرز ملي الواحد كيدير شي حاجه اللي كتخليه انه يفتخر بها، واكيد كتختلف الانجازات اللي كتخلي الواحد انه يفتخر بها من شخص لاخر حسب الاهتمامات الاولويه. فمثلا كاين اللي غيفتخر بنفسه الى نجح في واحد البيزنس او لا حقق واحد النجاح مادي عامه ودار السياره اللي كيحلم بها ودار الدار اللي كيحلم بها، وكاين اللي غيفتخر بنفسه الى كمل قرايته وحصل على واحد الاجازه او لا واحد الشهاده معينه في واحد المجال معين، وكاين اللي غيفتخر بنفسه لانه استطاع يتغلب على تحديات اللي ما استطاعوش يتغلبوا عليها ناس اللي عندهم بحال نفس التحديات ديالو. وشخصيا هذا الشعور هذا كيعجبني لانني عشته وكنفتخر به وكنبغي نذكر به، لانه دائما التحديات والظروف راه كتختلف من شخص لاخر. لهذا النجاح يقاس بالقدر ديال التحديات اللي تغلبتي عليها. وايضا كاين واحد المساله اللي كتخلي الواحد انه يفتخر بنفسه الا وهي الى ختم كتاب الله عز وجل. وبصراحه هذا الانجاز هذا كيستحق الواحد انه يفتخر به ويفرح به اكثر من اي شي حاجه اخرى كيف ما كانت، لان الله تعالى تيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فحفظ القرآن والعمل به فبصراحة هذه راه قمة الإنجازات. حاجة أخرى زوينة ذكرها الكاتب سايمون سينيك، وهي علاش الواحد إلا عاون شي حد سوا بفلوس سوا بأي حاجة أخرى كيحس بالسعادة رغم أنه هو اللي عطى، يعني ماشي هو اللي خدا هو اللي عطى. في التفسير ديالها بخلاصة لأنه تيكون شرى سعادته ودفع الثمن ديالها. لهذا بالنسبة للناس اللي تيقولوا بأنه المال لا يشتري السعادة، هذا خطأ. المال يشتري السعادة لكن إلا كنتي كتعطي منه، لأنه غادي تحس بواحد الفخر أنك كتعاون الناس اللي محتاجين. فهادو باختصار 4 هرمونات أساسية مسؤولة عن إفراز شعور السعادة. ختاما بغيت نذكر بواحد الحاجة اللي مهمة بزاف، أن السعادة هي عبارة عن مهارة خاصك تعلمها، وما تسناش بالضرورة أنه شي حد هو اللي يحسسك بها. حاول تخلقها أنت من أبسط الأمور اللي كاينة عندك، لأن الإنسان أحيانا كيفقد داك شعور السعادة فقط لأنه لف دوك النعم اللي عايش فيها. فلو أنه دار وقفة تأمل في النعم اللي عنده
وبزاف ديال الناس محرومين منها وما عندهمش، اكيد غادي يحس بالرضا وبالامتنان وبالاطمئنان. وكزياده نبغي نذكر لكم ايضا بعض الامور اللي كتخلي الانسان يكون سعيد، الا وهي يتجمع مع احبابه، مع الاسره ديالو وصحابه، يتجمعوا واخا هي مره ويضحكوا ويتناقشوا ويخرجوا دوك الهموم وينساو الهم واحد الساعه. وايضا من الامور الزوينه اللي كتخلي الواحد انه يحس بالسعاده انه يخرج يتمشى في واحد البلاصه اللي زوينه تحت الشميسه ويشم الاكسجين مع راساته. ومره ما تنساش انه تدلع راسك بشي حاجه كتعجبك، مثلا تريح في واحد القهيوه وتشد لك واحد القهيوه، وعلاش لا مع واحد صاحبك وتكلموا وتناقشوا. هذه راه امور كتخلي الواحد انه يعني يخرج دوك الضغوطات ويحس بواحد السعاده. ومن بين الامور اللي شخصيا كنديرها وممكن تستغربوا ليها، وهي انني في حاله مثلا انا كنحس براسي ماشي هو هذاك، كنمشي كنجبد شي رسوم اللي هو قديم كنت كنتفرج فيه في صغري، وكنتفرج فيه سوا بيل وسيباستيان ولا عهد الاصدقاء ولا غرانديزا ولا روبن هود. كنشوف شي واحد وكنتفرج فيه وتنتفكر دوك الذكريات ديال الصغر اللي زوينه بزاف، وما كيجي فين كيسالي داك الرسوم ولا ديك الحلقه حتى تلقاني فورماتيت. فنصحكم حتى نتوما جربوا هذه القضيه، راه والله الا زوينه. في الختام بغيت نذكر بواحد الحاجه اللي مهمه حتى هي، وهي شتي الا درتي كلشي هادشي اللي ذكرنا لكن عندك الجانب الروحي فارغ اللي هو علاقتك بينك وبين الله عز وجل، فعرف راسك دائما غادي تحس بشي حاجه ناقصك. لهذا قوي علاقتك بالله عز وجل دائما. بالنسبه للرجال حافظ على الصلاه في المسجد، النساء في البيت الاذكار ديال الصباح، اذكار ديال المساء، وباقي الاذكار، تلاوه القران يوميا ولو غير 2 صفحات ولا 5 صفحات في النهار، ودير الخير اللي قديتي عليه، ما تحسد حد، ما تآدي حد، وحسن الظن بالناس، والله راه غادي تعيش مطمئن، وديما الصدر ديالك غادي يكون منشرح. واخا كاع يقدروا يكونوا عندك ابتلاءات كيف ما كانوا، دائما غادي تحس بانه انت يعني فرحان ومطمئن وكتعيش واحد الحياه طيبه، لانه الابتلاء عارف بانه كاينه وراه واحد الحكمه اللي يعني فيها خير اما حاليا أو فيما بعد. لهذا غادي تكون مطمئن وغادي تعيش ديك الحياة الطيبة. وهذا راه وعد من عند الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد، حيث قال: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله يجعلنا وإياكم من هذا الصنف. قبل ما نساليو بغيت كل واحد منكم يجاوبني في التعاليق شنو هي اكثر حاجه اللي كتخليه يكون سعيد. هذا ما كان، شكرا على المتابعه ديالكم. ما تنساوش انكم تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش ما يبقى حتى شي واحد يعني مقلق ولا حزين. نشوفكم على خير. كان معكم المشاري عصام، حياكم الله.